اليوم تتعرض مناطقنا شمال شرق سوريا لاعتداءات عنيفة من قبل الاحتلال التركي، من أقصى منطقة منبج حلب إلى ريف المالكية، قصف جوي وطيران مسير وقصف أرضي وصواريخ ناجمة عن همجية الاحتلال التركي، والغاية منها هو إرهاب شعبنا وإخافة شعبنا وتهجير شعبنا بطريقة ممنهجة. الموضوع ناتج ما يقوم به المتغطرس التركي نتيجة ضعف في الموقف، استغلال الموقف الأمريكي الروسي والتنافس بينهما، والاثنان بحاجة إلى تركيا إن كان في أوكرانيا أو في سوريا، والضحية هو الشعب السوري. لكن ما تقوم به قوات سوريا الديمقراطية الآن واستبسالها في كافة المناطق التي تواجد بها، هي تستطيع أن تقاوم المحتل التركي في أي لحظة يقوم بها. وراح شهداء من المدنيين ب5 أضعاف عن العسكريين. الغارات كان هدفها هو الرعب وإثارة البلبلة بين الناس، وعلى أساس أنه يقوم الشعب ضد قصد أو الإدارة الذاتية، لكن الشعب كله حريص على ذلك، والشعب كله ملتف حول الإدارة، عرفت عليه بكل مكوناته. والآن هذا محتل تركي جاء يغتصب الأرض والعرض، لا يمكن أنه الإنسان يقبل بهذا الواقع أيا يكون، إن كان مسيحي أو عربي أو كردي أو إلى آخره من المكونات الأخرى. نحن اليوم ضحية للتفاهات الدول الكبرى. إن كانت أمريكا ما يسمى بالتحالف، هذا مو تحالف. لو كان تحالف لما سمح الاحتلال التركي بقصفنا واحتلال أراضينا من عفرين إلى رأس العين إلى تل أبيض. أمريكي اليوم يبحث عن مصالحه ولا يبحث عن مصالح الشعب السوري في شمال وشرق سوريا. نحن نعول على الحكومة السورية. الحكومة السورية يجب أن تتصدى لهذا العدوان، إن كان بالقصف المدفعي أو بالصاروخي أو بالطيران، من أجل حماية الأرض السورية، باعتبارنا كنا دولة واحدة وهي سوريا. سوريا لكل السوريين، سوريا لا تخص فلان أو زيد أو عمر، إنها سوريا للسوريين بكاملهم من كرد وعرب ومسيحيين وكل المكونات الأخرى. الاحتلال التركي يريد أن يعيد الإمبراطورية العثمانية السابقة. هو يريد احتلال حلب والحسكة والرقة ودير الزور باتجاه كركوك والموصل، ليعيد الإمبراطورية العثمانية باسم الدين. هو من نمى المنظمات الإرهابية. كل المنظمات الإرهابية تترعرع في أحضان الدولة التركية بقيادة أردوغان، إن كان داعش، تنظيم القاعدة، كافة المكونات الإرهابية الآن هي في حضن الدولة التركية. ولكن العالم يغض النظر ويلاحق ناس عاديين ويترك القادة جميعهم في تركيا، بدليل أنه أبو بكر البغدادي تم قتله في الأراضي التركية أو بالحدود على الأراضي التركية. نحن نناشد جميع العالم الحر المتحضر، ولو لم يكن هناك عالم حر ومتحضر. لو كان في عالم حر ومتحضر لما وصلنا لما احنا فيه الآن. شعبنا شعب بسيط، شعبنا لم يأذي أحد، شعبنا لا يريد أن يحتل أحد، لا يريد أن يقاتل أحد، شعبنا يريد أن يعيش، شعبنا يريد أن يبقى في أرضه، ولن نترك أرضنا مهما كان الثمن. لن نترك أرضنا مهما كان الثمن. تجارب عفرين وراس العين وتل أبيض لن تمر أبدا. سنبقى في أراضينا، قتلنا تشردنا، سنبقى نقاتل في أراضينا لآخر لحظة من دمائنا. بالنسبة للهجمات الأخيرة للمحتل التركي على شمال وشرق سوريا، أراد أردوغان تصدير أزماته الداخلية عبر حروب خارجية على الإدارة الذاتية، وأسماها بالمخلب والسيف، بل هي خنجر مسموم في خاصرة الشعوب المتحررة. وبالقصف هو أراد إضعاف قوات سوريا الديمقراطية الممثل الشرعي والوحيد لشمال وشرق سوريا. هم من أبناء المنطقة، ليسوا من مرتزقة من دول ثانية، هم كلهم من أبناء المنطقة، وهو الممثل الشرعي والوحيد الذي يدافع ويمثل كل مكونات المنطقة، في شمال وشرق سوريا. ونحن كأبناء عشائر نعلن تضامننا ووقوفنا صفا واحدا مع أبناء قوات سوريا الديمقراطية الممثل الشرعي والوحيد لشعوب شمال وشرق سوريا.
هو أراد بضرب المسيرات والطيران إضعاف الإدارة الذاتية وضرب المنشآت الحيوية. هي حرب على الشعوب، على إرادة الشعوب المتحررة، وهو أراد تصدير الأزمات الداخلية عبر الهجمات بالمسيرات والطائرات. ولكن نحن من موقعنا كوجهاء عشائر نعلن تضامننا مع إدارتنا الممثل الشرعي والوحيد، وهو الآن يقوم بتقاربات مع النظام على حساب الإدارة الذاتية لإضعاف الإدارة الذاتية. ولكن نحن نقف مع الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن الأرض والعرض والوقوف خلفها صفا واحدا. بالنسبة للهجمات التركية شمال شرق سوريا، تضعيف القوة العسكرية، تضعيف القوة العسكرية وتضعيف إرادة الشعب. بس احنا أقوياء. ايش ما عمل، ايش ما ضرب. اول شيء بدأ بالقصف الجوي، بالطيران، بالمسيرات، تدمير البنية التحتية، ضرب الغاز، ضرب منشآت الكهرباء. العمل هذا ما يجوز. واحنا أقوياء. قوات سوريا الديمقراطية كلها أبناء الشعب والعشائر، كلها أبناء الشعب والعشائر. مقاومة، احنا نقاوم النصر أما الشهادة. بدنا ننتصر وما نسمح تركيا تجاوز على شمال وشرق سوريا من أراضينا أو حدود آمنة، تدعي بحدود آمنة. إيش ما كان اتفاق معها على عزل الحدود الآمنة، احنا ما نسمح بأراضينا، بأراضي سوريا. واحنا مقاومين، والمقاومين هم العشائر، أبناء العشائر، كلها أبناء العشائر عسكريين مقاومين مقاتلين على حدود الشمال شرق سوريا. واحنا أقوياء بأولادنا وشعبنا، والشعب عم يقاوم مقاومة شرسة، وقصد عم تقاوم مقاومة شرسة. واحنا نتصدى لأي عدوان يهجم على أراضي شرق شمال سوريا، من الحدود الشمال الحدود الجنوب. ما نسمح لأي واحد يعتدي على أراضينا خالص أبدا. واحنا أقوياء بإذن الله، والنصر لنا.